السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هنا تحت الإقامة الجبرية، تحت الإقامة الجبرية وطلعت سوق العربية، تحت الإقامة الجبرية وعمالة تلف عادي في البلد عندها، تحت الإقامة الجبرية وراح السوبر ماركت وتجيب حاجتها وتجيب أكلها وتجيب شربها، وما شاء الله عليك يا مدام هنا تحت الإقامة الجبرية. فين يا حبايبي بقى إنها تحت الإقامة الجبرية؟ الست ما كانتش بتخرج لانها مش قادره تخرج، مش قادره تعدي ولا تمشي ولا تروح ولا تيجي قدام البيت بتاع ميسيو جانو. مش الست قاعده في البيت عشان اقامه جبريه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اديكوا شفتوها اهي خارجه وبتسوق وماشيه وعادي ومفيش اي مشاكل. محدش قال لها انت رايحه فين ولا انت جايه منين ولا ماشيين وراها حرس ولا اي حاجه. ده الست قتلت الراجل، ضربته بحديدة على دماغه. ده الست مش عارفة ادته ايه كده عشان هتموته ليه؟ هتستفاد؟ ده حتى زمانته ما بتقولوا هي بتستفاد منه. طب هتموته ليه؟ ما كانت سابته عايش وكل يوم تعبان وكل يوم متبهدل، وهبتعمل فيديوهات وبتصور وبتكسب منه زي ما انتم ما بتقولوا. بالتاجر بيه، مش انتوا بتقولوا بالتاجر بيه؟ خلينا بالتاجر بيه. طيب بالتاجر هتموته ليه بقى؟ ده هي يهمها ان هو يكون عايش زي ما انتوا ما بتقولوا كده ان هي بالتاجر بيه. ده هي اكتر واحدة يهمها ان ميسيو جانو يكون عايش. لا حول ولا قوة الا بالله. وشوفوا الخيالات وتعملوا زوم وتجيبوا فيه ده بنتها فيروز وبنتها ياسمين وجوز بنتها مامادو اهم. شوفوا ماشيين ازاي، شوفوا اهو قدامكم اهو وعمالين تعملوا زوم على الخيالات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل كلمة كل حرف كل حاجة بتعدوها على مدام هناء. الست لو عطست تقول ده عطست عشان كذا، ما بتاخد نفسها، لا ده في نفس زيادة. ما تسيبوا الناس في حالها يا جماعة، ما تسيبوا الناس في حالها. وبعدين الست ما بتخرجش، الست حزنانة على راجل كان بتعتبره أبوها. الراجل كان بتعتبره أبوها وكان واخد وقت كتير قوي من وقتها. يعني مدام هناء عايشة وحيدة، ما لهاش حد، لا أم ولا أخ ولا أب ولا أي حد عن جنبها. ست عايشة في غربة. فالراجل كانت بتروح بتخدمه وهي مبسوطة، مش بتخدمه غصب عنها، وده مش شغل، ده هي حاجة منها كده لله، بتعمل لله، مش منتظرة منه أي حاجة. والبيت بتاعه هو كتب البيت إيجار، البيت إيجار. برضك انتوا مش مصدقين، عارفين لو مدام هناء طلعت لكم عقد الإيجار هتقولوا برضك لا ده مزور. طب طلعي لنا اسم الراجل صاحب البيت عشان تاخدوا اسم الراجل صاحب البيت وتروحوا تتصلوا بيه زي ما انتم ما بتعملوا في اي حاجه. لا حول الله. زي ما انتم قايلين بردك على البطاقات بتاعت بنتها، ان بنتها مزورين البطاقه واخوها مش عارفه ايه، اخوها السبب واخوها مزور لها وبهدلتوا الدنيا ومزوره ومش مزوره، والست من حقها تدي بناتها الجنسيه المصريه. انتم اللي ما كنتوا مش مطلعين على اللي بيحصل في البلد. مش ذنبها، يعني مش ذنب مدام هناء ان انتوا مش بتركزوا، ان انتوا ما انتوش شايفين تعمل ايه الست. انتوا بتدوروا لها على اي نصيبه عايزينها تحط فيها. عارفين انا بتهيألي كده لو بعد الشر عليك يا مدام هناء حصل لك حاجه، بتهيألي ان انتوا يعني هتبقوا اسعد ايام حياتكم. لو بصيت لقيتوا البوليس كده قابض على مدام هناء، انتوا هتبقوا في قمه السعاده. المهم عايزين اي نصيبه تحطوا فيها مدام هناء. بعد الشر عليك يا مدام هناء، بعد الشر عليك من اي نصيبه واي حاجه وحشه. ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك ويخليكي لاولادك يا رب، وتكبري كمان وكمان وتكبري قناتك كمان وكمان. لا حول الله يا رب. والله يعني الواحد مش عارف يقول ايه عن الناس دي، والله الواحد ما عارف يقول ايه. بكره اكيد 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 هيطلعوا لك حاجه جديده يا مدام هناء. يلا اسيبكم يا بنات مع الف سلامه. اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.